السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة الحلوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمواتنا جميعا يا رب العالمين. شايفين الحلويات، شايفين العظمة، شايفين الجمال. الجلاش ال10 طبقات والكنافة اللي بصبع واحد، حاجة كده تحفة بتاعت المحلات. يعني بصي، بدل ما تروحي وتشتري بقى بالشيء الفلاني، اعملي في بيتك وفرحي ولادك واعملي الحاجات العظمه دي. بصوا العظمه، تحفه تحفه تحفه. بصوا منظر الكنافه، اللهم صل على النبي، حاجه جميله جميله جميله. اعملي بالطريقه دي هتعجبك قوي قوي قوي. عملنا لكم اول رمضان البقلاوه الملفوفه اللور، النهارده بقى قلت اعمل لكم الجلاش ال10 طبقات. 10 طبقات لو عديتوهم تلاقيهم 10 طبقات، والكنافه ام صبع واحد. يعني تلفيها حوالين صبع كده، هتشوفي في الفيديو وهيعجبك الطريقه وهتعمليها وتدعي لي ان شاء الله. يا رب يكون عجبكم الطبق بتاعنا الحلو ده الجميل ده. ما تنسونوش من السبسكرايب ولايك وشير للفيديو والاشتراك واعملوا مشاركات كتير، واهم حاجه اللايك. الناس اللي تنسى اللايك تعمل اللايك، وان شاء الله يعجبكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. ده جلاش جميل يعني بصراحه طازه. انا بحب اجيب من النوع ده. بصوا بقى، انا شفت طريقه حلوه قوي قلت اجربها معاكم بصراحه. انا عملت الجلاش بانواع كتير وبطرق كتير جدا، بس المره دي حبيت ان انا اشارككم التجربه دي. يعني انا اول مره اعمله بالطريقه دي بصراحه. انا بشوفه كتير بنفس الطريقه دي، ساعات بشتريه من محلات بيبقى بنفس الطريقه دي، وبيبقى محشي قشطه بقى او مكسرات او اي حاجه كده تانية. بس انا بصراحه حبيت ان انا اعمله. انا احب لما اشوف حاجه اصمم ان انا اعملها. هنجيب بقى كده لفه الجلاش تبقى زي ما هي كده، الطبقات كلها 8 طبقات 10 طبقات زي ما تبقى موجوده معاكي، وتقطعيها. انا قطعتها عشوائي بصراحه مش بالمقاس. يعني الفيديو اللي شفته كان بالمقاس، انا قطعتها عشوائي. تطلع كبيره شويه تطلع صغيره شويه مش مشكله. تمسكي بقى تقطعي مربعات كده، مربعات، ويكون جاهز معاكي بقى مكسرات سوداني، زبيب، جوز هند، المتوفر عندك. مش بتبقى اجباري. او عايزه تعمليه بالقشطه يبقى حلو قوي، او بالمهلبيه. بس انا قلت بقى اعمله بالمكسرات. تحطي شويه كده وتقفليه زي مثلث، زي مثلث سمبوكسه كده، اي حاجه. يعني المهم ان انت تعملي لفه المثلث كده وترصيه في الصينيه. انا عملته بقى بصراحه تشكيله كده، تشكيله لور على مثلث كده. بس طلع تحفه 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 بجد، هيعجبكم جدا. وجربوه وهتقولوا فعلا ان هو حلو. تغيير، يعني احنا مطلوب مننا ان احنا نغير في كل حاجة، في الاكل، في حياتنا، في بيتنا، في هدومنا، في كل حاجة مطلوب ان احنا نغير. لان مش هنفضل ناكل نفس الحاجة اللي احنا بنعملها دي على طول، لازم نغير فيها عشان على الاقل اللي في البيت او ولادنا يحبوها. يعني لو محدش بيحبها يحبها. طريقة كويسة قوي وطريقة جميلة بصراحة وسريعة، ما خدتش معايا وقت. يعني دوبك كده المربع وتقطعيه تحطي فيه شوية المكسرات وتقومي عاملاه كده على 2. تحفة. 10 طبقات جلاش، ال10 طبقات يا جماعة حاجة حكاية بجد. انا ما كنتش متخيلة وانا بعمله في الوقت ده بالذات، يعني في الحته لحد هنا، ان هو يطلع حلو معايا. لكن لما طلعته من الفرن ولقيت العظمة قلت يا سلام، ايه العظمة دي. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. اهم حاجه ما تنسوش اللايك 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 يا جماعه. اول ما تخشوا على الفيديو تعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، وتعملوا مشاركات كتير كيت وتشيروا. بص، كل حاجه حلوه اعملوها لي، مش كل مره هفكركم. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، ويجعل بيوتكم عمرانه بالخير يا رب. اللهم امين. ويشفي مرضانا ويرحم امواتنا ويرزق كل مشتاق يا رب. وكل من غايب في غربة يردوا لبيته سالم غانم، اللهم امين. ويفرح بناتنا وبنات المسلمين اجمعين وبناتنا اجمعين، اللهم امين. بصوا بقى الكنافة دي، الكنافة الصبع، يعني بالصبع، بعملها بصبع واحد. انا مسمياها كنافة الصبع واحد، حاجة كده تحفة. يعني بصوا برضو المحلات، يعني دي كنافة المحلات. هتجيبي كده بقى من عند بتاع الكنافة، تقول انا عايزة الكنافة زي ما هي كده
مش متكسره ولا متقطعه، انا عايزاها زي ما هي. وتاخدي حته حته كده وتحطي صبعك كده في النص، وتلفي بقى جامد كده، تلفيها جامد، تبقى ماسكه نفسها كده، تحسي بقى بصي يا سيدي، يا سيدي انا بعمل، بصوا بعمل عظمه، العظمه لله وحده طبعا سبحانه وتعالى. اهو بصي صبعك ده تحطيه، وبصبعك التاني الكبير تمسكي كده وتلفي، تلفي، خليكي لفي لفي، بس كده. بصوا الجمال، بصوا الطعامة، ولا بتفك ولا فكت ولا اي حاجة. طريقة كنافة ما حصلتش. انا بصراحة المرة دي عملت تجربتين في فيديو واحد تحفة. بصوا الجمال، وسريعة، اسرع من اي نوع كنافة تاني. هنا بقى كان خلاص الفرن بتاعي سخن، عملت زبدة في الميكرويف سيحتها، ونزلت بقى على الجلاش. مش مهم يديله زبدة، يديله سمنة، كل ده بعد ما يطلع من الفرن هتلاقيه طالع في الصينية الزبدة كتير او سمنة كتير، صفيها. بصوا بقى الكنافة وجمالها، هكملها لسه، ولا فكت ولا اي حاجة. بصوا تقومي حاطة صبعك كده على الرخامة بقى، على الصينية، شوفي انت هتعملي ازاي، وتلفي. اللور ما يبقاش طويل قوي، يعني الحته اللي هتحطيها ما تبقاش طويل قوي. بصي تقطعيها كده صغيره كده، يعني يا دوبك ايه، ربع متر. بصي بقى السمنه، انا مش هسيح سمنه زي الجلاش واقوم كبها عليها كده، إيه واحده تشرب واحده ما تشربش، لا ده بالمعلقه. دي سمنه بقى بلدي، إيه جاموسي، التانية كانت صفرة. إيه تحطيها بقى بالمعلقه كده من جوه كده، وتغرقيه كده واحده الكنافه كلها. مش هتاخد معاكي 10 دقايق في الفرن الجلاش او الكنافه، يعني بكتيره قوي 10 دقايق. جيبي بقى عندك اي نوع متوفر عندك من المكسرات، سوداني ماشي حطي، زبيب لوحده حطي، إيه لوز، بندق، اي نوع اي نوع حطي. إيه مش ضروري ان انا اقول لك لوز او بندق، او عين جمل او كده، لا المتوفر عندك. كل كده ايه كنافايه قطعه تحطي فيها بقى ايه المكسرات زي ما هي كده. لو سوداني تحطها برضو زي ما هي، لو بندق زي ما هو، لو لوز زي ما هو. ده اقل من نص كيلو، لان انا كنت جايبه نص كيلو، وبنتي عملت منه بقى ايه شويه بقى، حمرتهم في السمنه، وعملت بالمانجا وعملت بالكريمه مع نفسها. يعني حتى قلت لها صورك، قالت لي لا، قلت لها خلاص براحتك. فانا كملت بقى على نص كيلو. بصوا بقى العظمه بقى، بصوا التحفه. اللي يجي لحد هنا في الفيديو يقول لي نشوى بتعمل عظمه. جلاش ال10 طبقات والكنافه الصبع واحد، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا عندي الشربات انا بعمله بيبقى في اول رمضان كده، بعمل كميه وبحطها في التلاجة. لازم يكون حاجه فيهم سخنه، الجلاش سخن والكنافه سخنه، هنزل بالشربات كده ساقع عليهم. يا سيدي بقى، يا سيدي ويا سيدي ويا سيدي. الفيديو ده انا عايزاه يتهز ويترجرج من اللايكات، ما تنسوش اللايكات والمشاركات يا جماعه. حبايب قلبي اللي موجودين عندي على البيج على الفيسبوك يعملوا مشاركات كتير كتير قوي، واللي عندي على اليوتيوب يعملوا لايكات كتير كتير، واللي ما اشتركش يشترك ويشير وينزل منتدى. وبصوا دلعوني، انا دلعتكم تبقوا تدلعوني. بصوا الجمال، بصوا التحفه، حاجه تحفه. يا رب يكون عجبكم، والجلاش ال10 طبقات يكون عجبكم، الكنافه الصبع واحد تكون عجبتكم، وجربوها وادعوا لي دعوه من القلب وبجبر الخاطر. وربنا يشفي مرضانا ويفرح اولادنا يا رب جميعا، ويرحم امواتنا اللهم امين. ما تنسونيش من الدعوه الحلوه منكم. بفرح جدا لما بلاقي حد يخش يقول لي ان انا منين، يقول لي من اي بلد، ويقول لي انا مبسوطه قوي ان انا بكلمك. بصراحه بشوف رسائل جميله قوي منكم، كومنتات حلوه قوي قوي من جميع الدول، البحرين، الامارات، سوريا، الكويت. ربنا يكرمكم ويخليكم يا رب دايما نعمه في حياتي، ومنورين دايما صفحتي. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.